تعالوا نشكل في لحم العيد، نعمل بفتيك ياخد من طعم الكفتة وكفتة تاخد من طعم البفتيك. تعالوا كده نشوف. بسم الله ما شاء الله. شفتوا الورقة ريحتها أول ما فتحتها روعة. شفت البفتيك دايب ازاي. هنحط بقى، نجهز الأول خلطة البفتيك. هنعمل ايه؟ معلقة سكر أهم حاجة، معلقة زعتر، فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة، ملح، طماطماية، بصلاية، ورقة زعتر. ما تكتروش يا جماعة بهارات على اللحمة. ضربناها في الخلاط، هنحطها ونسقط فيها البفتيك عشان نبيته ليلة في التلاجة. كل ما يبت في التتبيلة كل ما يكون طعمه أحسن. وطبعا معلقة ملح صغيرة. هنسيبه بقى نحطه في التلاجة ونجهز الكفتة بقى. الكفتة كيلو لحمة. لازم وانت بتجيب اللحمة من عند الجزار لازم يحط لك فيها حتة دهنة ضاني. لازم دهنة ضاني تتحط عليها او تتفرم ناعم وتاخد وشين. وما تكتروش بهارات على اللحمة، فلفل اسود، كمون، كزبرة ناشفة، ملح. جبنا ترب كده نعمل بيه الكفتة. هنقطعه، نشيل الاول الحتت التخينة وهنقطعه مناديل صغيرة على قد صباع الكفتة لفة واحدة. نشيل كل الحتت التخينة دي لأنها ما تنفعش. نقطعه بقى حتت صغيرة كده ما شاء الله. ونشوف هنعمل ايه. ما شاء الله على قد ما ياخد، والباقي هنصبعه كفتة كده. نعمل كده ما شاء الله. ده منديل ضاني، خلي بالكوا ده ضاني. يعني انا عشان انا عايزه طعم الضاني يكون والبفتيك طبعا عجله، فده هيدي من طعم ده وده هيدي ده. هنشوف ازاي هيبقى روعه ويعجب العيله كلها والله. بس اعملي بنفس المقادير. تعالى هنمسك الكفته بقى نصبحها على خل عندك او سيخ او اي حاجه موجوده عندك. المهم ان انت تسلكي نفسك وتعمليها. بسم الله ما شاء الله. نصبع كله كده ونجيب حته الترم اللي احنا مقطعينه ونلف ونحط في الصينيه. ما شاء الله ما شاء الله. اللي هيملى لنا الصينيه يعمل كذا صباع ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اهو نذكر الله واحنا بنعمل اكلنا. اهو خلصنا كده ما شاء الله كله. نصبعه كله والاخر بقى واللي هيفضل ما فيش مثلا كده نروح مصبعينه كده كفته كده. خلصنا الكميه صبعناها كلها. ميه البصل ما رميناهاش، بدل ما كنا نعص ايدينا ونصبع، لا باجي في الاخر وارشها على الكفته كده ما شاء الله. نسقي بها الكفته كلها. هناخد الصينيه نحطها في الثلاجه لمده ساعه او نص ساعه على بال ما نحمر البفتيك هنحط 4 معالق زيت مش كتير، ونهدي البوتاجاز ونحط على كل ناحيه. بتاخد لها بتاع 3 دقايق على كل ناحيه لما يبقى اللون ده كده. ما تزوديش عن كده عشان ما تتحرقش منك، عشان انت لسه هتحطيها في ورق زبده وورق فايل تحطها في التلاجة في البوتاجاز. هتبص تلاقيها طلعت معاكي في منتهى الروعه. ده كده الصوص اللي طلع من البفتيك هنسيبه هنستخدمه. هنشوف هنعمل فيه ايه. وجبنا حبايتين كوسه وحبايتين بطاطس قطعناهم زي ما انت شايفه كده صوابع تخينه، عشان هنحطها في الصينيه اللي بطلناها بورق فويل وورق زبده، عشان الاكل لما نحط الزبده يعزل ورق الفويل عن الاكل. ونحطه في الصينيه ونرص عليه البفتيك اللي عملناه. نحط البطاطس الاول لان البطاطس بتاخد نار اكتر، ونحط على دي حبه خلطه من بتاعه البفتيك رشيناها على البطاطس والحاجه. وشفت البفتيك شكله جميل ازاي. هنحط الرص كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهم حاجه تاخدي بالك من الكفته طبعا واحنا بنسويها في الفرن كل شويه نقلبها، ما نحطهاش ونسيبها كده عشان ما تنشفش منك. سر نشفان الكفته انك بتسيبيها في الفرن لما تاخد لون من فوق، لا كل شويه طلعي الصينيه وقلبيها. هناخد الكفته ونرصها فوق البفتيك زي ما انت شايفه كده. وهناخد بقى الصوص اللي نزل من الكفته على الصوص اللي نزل من البفتيك ونرشه فوق الكفته والبفتيك. البفتيك هياخد من طعم الكفته والكفته هتاخد من طعم البفتيك، وهتاكلي احلى ورقه كفته وبفتيك في حياتك. اقفلي عليهم حلو وبطنيهم من فوق بقى بورقه ألمونيا. قفلي كويس جدا كده بورق فويل كده جدا. وهتكوني مولعه الفرن على 200 وحطها على الصاجه لمده تلت ساعه. هتطلعيها تفتحيها هتشمي احلى ريحه كفته وبفتيك في حياتك، والطعم خيال. والبفتيك ده يبدوب. هتشوفي حتى وانا بشيلها كده اهي شفتي ما شاء الله روعه والله. الريحه خطيره. شفتي وانا بشيلها اتقطعت ازاي علشانها مستويه خالص في منتهى الجمال. وكل سنه وانتم طيبين.